السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك عليكم يا رب. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم زبادي. طبعا كلنا عارفين ان الاسعار غلت جدا. علبة الزبادي البلدي ب5 جنيه وفي اكتر، وبتبقى صغيرة الحجم ده كده. وعلبة الزبادي اللي هي المصانع برضو غلت جدا ب10 جنيه وب7 وب8 و9 وارقام كده غريبة. فانا قلت لا، انا بدل ما اجيب كل يوم في السحور كده 3 4 زباديات، لا انا هعمل في البيت بزبادية واحدة وكيلو لبن. تمام. وجبت الزبادية هي يا جماعة ومعلقة عسل وبس كده. زبادية. لو انت عايزة الزبادي بتاعك يطلع بلدي هات زبادية بلدي، عايزة الزبادي بتاعك يطلع زبادي زي زبادي المصانع المراعي والكلام ده، هاتي زبادي يعني مصانع. تمام. طبعا غليت اللبن وسبته يدفى خالص. اللبن معايا دافي اهوت، يعني مينفعش يبقى سخن خالص، لازم يكون دافي كده يعني ايدك تستحمله. تمام. معايا بقى الزبادية نزلتها في طبق مع معلقة عسل، وهقلب فيها خالص لحد ما ادوب ال الزبادية خالص. وبعدين حطيت كده كبشتين من اللبن علشان ادوب الزبادية فيه. تمام زي ما انتم شايفين كده بالظبط. لازم الزبادي يكون مش محبب كده، لا انا عايزاه سايل خالص كأنه زي اللبن كده، علشان ايه؟ دي تخميرة الايه؟ الزبادي اللي هيتحط على اللبن كله هيبقى ايه؟ زبادي. حاجه بصي في منتهى السهوله من غير اجهزه يا جماعه. انا اعمل لكم الزبادي ده من غير جهاز ومن غير اي حاجه، حاجه طبيعيه كده وحاجه ايه؟ تحفه. يعني من كيلو لبن وعلبة زبادي هعمل لك اكتر، يعني كوبايات اكبر من علبة الزبادي اللي احنا بنجيبها، و11 عملت معايا ما شاء الله 11 كوباية. 11 كوباية زبادي من ايه؟ من كيلو لبن وعلبة زبادي فقط. يعني احسبيها كده وانتي شوفي بقى. يعني قولي اللبن مثلا ب30 جنيه ب25 جنيه على حسب المنطقة بتاعتك. إيه، شوفي بقى انت بتجيبي اللبن بايه واحسبيها، هتلاقي كده اوفر بكتير. إيه طبعا السحور ما فيش حد بيعرف يتسحر من غير زبادي طبعا، او الاطفال حتى بيحبوا الزبادي وبياكلوه. إيه فحاجه يعني اساسيه، بدل ما تروحي تجيبي من بره وانت مش ضامنه اصلا انت هما معمول ازاي او كده. فانت اعمليه في بيتك، يعني اعمليه في بيتك احسن. حطيت بقى يا جماعة الزبادية مع اللبن اللي انا دوبتهم خالص على اللبن بقى الباقي، وقلبت كويس. هقلب كويس خالص. تمام زي ما انتم شايفين كده. هفضل اقلب كده جامد عشان كله يدخل في بعضه كده. وبرده لو انا سبت برده الزبادي كده ما دابش في اللبن اللي انا عملته في طبق، برده هدوبه هنا. تمام يا حبايبي. بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هقعد اقلب كده زي ما انتم شايفين كويس وكده. تمام. انا كنت بقى مجهزه ميه مغليه وايه وصينيه زي ما انتم شايفين كده، ورصيت بقى الكوبايات اللي فيها كده. رصيت الكوبايات زي ما انتم شايفين كده، وبنزل بقى ايه بالميه. ميه مغليه يا جماعه، يا دوب سبتها بس دقيقتين كده تهدى الميه، تهدى عشان ما تكسرليش الكوبايات وكده. شايفين البخار؟ ميه لازم الميه تكون مغليه. تمام يا حبايبي. وطبعا الفرن انا سايباه 5 دقايق كده قايد عشان يبقى ايه؟ سخن. الفرن البوتاجاز، فرن البوتاجاز بايده 5 دقايق قبل ما احط الايه؟ الزبادي فيه. كل ده اعملوه بسرعه قبل، يعني ما ينفعش تعملي على فترات، لا اعملي كل حاجه على طول. وعبي الكوبايات بتاعتك على طول وحطها على طول في الفرن، ومحدش يفتح الفرن خالص. تمام يا حبايبي. علشان الحاجه يعني الزبادي يتقل معاكي، ويعمل قبل 6 ساعات هتلاقيه معمول. لو انت مشيتي بالخطوات اللي انا وريتها لك دي هيبقى بصي زبادي متماسك وطعمه رهيب، يعني احلى من اي زبادي انت كلتيه قبل كده. انا عبيت خلاص الكوبايات بتاعتي كلها ما شاء الله، بعدها لكم اهوت. بقول لكم ان هي 11
11 كوبايه ما شاء الله مليانه. احسبيها انت بقى كده ب... ب... بفلوسك كده اللي انت بتجيبي بقى لبن وعلبة زبادي. لو هتجيب اربع كوبايات مثلا زبادي في اليوم او اكتر، يعني طبعا دي نضيف واقتصادي وحاجة حلوة كده وطعمها حلو. واللبن يعني انت ضمناه، يعني لبن طازة ولبن كويس انت ضمناه. اللبن ده لبن فلاحي يا جماعة، مش لبن برضو مش شركات وكده، مش معلب، لأ لبن جاموسي عادي. ايوه جاموسي عادي. في ناس بتعمل بلبن بقري، بس انا لأ مش بحب البقري خالص خالص، هو الجاموسي احلى. تمام. بقول لكم بقى للفرن اهوت كان سخن بقى من 5 دقايق كده، طفيته 5 دقايق، سبته وقمت مطفياه، وحطيت بقى الصينيه بتاعتي اللي فيها ميه وفيها الزبادي بتاعي، وحطيته بقى وقفلت عليه ومحدش يفتح عليه خالص الا بعد اربع 5 6 ساعات، يعني على حسب بقى. انا والله طلعته بعد 4 ساعات لقيته مسك نفسه كده وكويس جدا. يعني ما شاء الله. اما تعرفي بقى ان زباديكي طلع حلو واللبن كويس وكده، عاملاه بطريقه يعني بكل الخطوات دي. اهو انا بوريكم اهو يا جماعه، ما شاء الله بعد اقل من 4 ساعات عمل معايا كده. سبته بس نص ساعه كمان في الفرن، وبعدين حطيته في التلاجة. شايفين يا جماعه، انا حسيت ان هو عايز يستنى شويه قبل ما احطه في التلاجة وكده، فسبته شويه يعني نص ساعه كده وبعدين غطيته بقى وحطيته في التلاجة. كنت مثلا عاملاه وقت قبل الفطار بشويه كده، واكلنا منه في السحور. كان بصوا طعمه حلو قوي والله. اللي ياكل يعني اللي ياكل كوبايه يطلب التانية والتالتة من طعمه الحلو، وحاجه كده نظيفه وحلوه. تمام يا حبايبي. غطيته هو زي ما انتم شايفين بعد نص ساعة زيادة، يعني هما قعدوا معايا 4 ساعات ونص، ممكن 4 ساعات لو اللبن مظبوط معاكي، ممكن برضو هو المفروض 4 ساعات 6 ساعات. تمام. بس هو جاي معايا يعني ان هو يقعد 4 ساعات ونص علشان يلحق السحور. انت ممكن تعمليه بدري وتسيبيه 6 ساعات وبعدين تحطيه في التلاجة يجمد برضو شوية كده ويبقى زي الفل، وتاكلي بقى وتدعي. اعملي بس بطريقتي دي والله مش هتندموا ابدا، وحاجه كده طعمها حلو قوي. هوريكم بقى هو يا جماعه، والله انا قلب الكوبايه ما شاء الله، شايفين التماسك بتاعه اهو يا جماعه. قلب الكوبايه على وشها كده، الزبادي اصلا مش راضي تعرفي بقى ان الزبادي بتاعك ناجح ان الكوبايه ما يتنزلش اللي فيها، يكون الزبادي كده متماسك وكويس. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.